السلام عليكم. النهارده هناخدكم في جوله بناء على طلب الاعضاء الى ميدان المنشيه. زي ما احنا شايفين ان المعتصمين موجودين بداخل الميدان فقط، وبيحطون الميدان بحبال ليمنعوا دخول البلطجيه او يمنعوا دخول اي غريب الى الميدان. زي ما احنا شايفين ان حركه المرور طبيعيه تماما حول الميدان، مفيش اي تعطيل للعمل، مفيش اي تعطيل للحياه حوالين الميدان. اصحاب المحلات بيساندوا المعتصمين، وزي ما احنا شايفين محلات ابو زيد رفعت يافطه بتقول الشعب هو القائد والمعلم لمسانده المعتصمين بالميدان. المعتصمين الان متواجدون بداخل الميدان فقط، وغير مسؤولون عن اي ما يحدث خارج الميدان. في بوابتين للميدان، احنا دلوقتي في بوابه رايحين على البوابه، كل بوابه متواجد عليها افراد للامن بيقوموا بتفتيش كل اللي داخلين. زي ما احنا شايفين انا كمان هطلع بطاقتي، البطاقه تمام، وكمان بيبقى فيه تفتيش ذاتي. شكرا. احنا دلوقتي بداخل الميدان، زي ما انتم شايفين الاعداد كتيره جدا 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 بداخل الميدان، وفي كثير من الخيام. دلوقتي مع لقاء مع الاستاذ فلا اكبر سائري بورسعيد. ايوه يا عم الاستاذ عادل الطيب المصاب امس في الاحداث الداميه اللي حصلت امبارح. تحب تقول ايه يا استاذ عادل؟ والله اقول ربنا يكرمنا ويهدي اولاد الظلمه. طب وايه اللي حصل امبارح يا استاذ عادل؟ والله احنا في جماعه هجموا علينا امبارح، دخلنا عند البوابه 2 نسالهم على بطايقهم، فجاه طلعوا شروط وضربوا فينا. ده اللي حصل امبارح. اتصلنا بالقوات المسلحه، رد علينا اللي هو عادل غربان، قال ما عادش حد يتصل بيا تاني لان ماليش، احموا نفسكم بنفسكم. ده اللي حصل. اتصلنا بالنجده ما ردتش. طب وحياه الاصابات امبارح ما جاش. قلت احنا عندنا 12 حاله عندنا 12 شرطه ولا يا استاذ عادل؟ جايبين في وشك. ثالث حاجه اتصلت بيها الاسعاف ما جالناش اساسا. هو الاسعاف اللي المفروض ان ده جهاز امان للدوله كلها، ما بيتعاملش مع شرطه، بيتعامل مع جيش، بيتعامل مع اي حد تاني. جهاز الاسعاف بيتعامل مع الدوله ككل. خلصنا نفسكم عننا تمام، برضه متواطئ مع الجيش ومتواطئ مع الشرطه. الامني الوحيد في البلد بناخد بلطجيه والجايين لنا اهو. حلو كده. طب يا استاذ محمد، طب تعليقك على بيانات الاستاذ عصام شرف والمجلس العسكري كل ده ما ينفعش، كل ده لا يصل. التغيير التام، لازم التغيير التام من جذوره. طب ايه هي خلاص خدنا مسكنات بما فيه الكفايه. ايه هي اهم مطالب الثوار بورسعيد؟ اهم مطالب ثوار بورسعيد المحاكمه العلنيه لجميع النظام السابق، مبارك وحشيته وعيلته وكل ما يخص مبارك من فوق لغايه تحت، جميعهم. مش هخص افراد بقى طبعا لان هم كتير جدا 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 جدا. طب وبالنسبه للاعتصام هنا، الاعتصام هنا في وقت محدد اللي هو اللي تفضل الاعتصام ولا؟ لا طبعا، احنا اعتصامنا مفتوح لغايه ما مطالب الثوره كلها بالكامل تجاب، ومش هنسيب الميدان. احنا ميتين شهداء في قلب الميدان ده لحد ما تتحقق مطالب الثوره. شكرا يا استاذ محمد، شكرا. ودي كانت شهاده الاستاذ محمد سعيد من اهم ثوار بورسعيد، واحنا واخدينكم في جوله لداخل الميدان. الاستاذ عبد الفتاح البيه والاستاذ عادل من اهم ثوار بورسعيد، نحب نعرف رايكم في كل الاحداث اللي بتحصل في مصر. اهو شبه المحليه ده اللي انا سعيد بيه جدا ان بورسعيد حاضره على خريطه الفعل الثوري، واكثر ما يسعدني ان بقى في ثقافه الراي العام، ثقافه
بيسالوا عايزين يروحوا الميدان، بيسالوا اسئله بعد عايزين يروحوا الميدان. طب احنا رايحين الميدان ليه؟ النهارده بقى في ناس فاهمه الجيش بيعمل ايه والحكومه بتعمل ايه، سن اصغر منا 14 و 13 و 12 سنه. انا حاسس ان بورسعيد بتفكرنا بايام 56 تاني، لما كان الشعب كله في قلب الفعل الثوري وفي قلب العمل العام. اعتقد ان الشعب وصل لدرجه دي من الرقي لا يمكن حقه يضيع ابدا، ولا يمكن يرجع قبل ما يحقق كامل الحقوق. طب تعليقك على بيان الدكتور عصام شرف والتغييرات اللي حصلت في وزاره الداخليه؟ العلاقه بين الثوره وبين السلطه، سواء هي سلطه المجلس الاعلى او سلطه الحكومه، هي علاقه ضغط متبادل يعني. حق الثوار واضح من مطالب الميدان من 25 يناير، والاجهزه دي كلها بحسن نيه او بسوء نيه كلها مطلق في تنفيذ مطالب الثوار. الشعب كله حس مع الثوار ان الثوره بتضيع والثوره بتتسرق، فالنهارده الشعب بينتفض عشان يقول للناس ان انا صاحب الحق الطبيعي بالشرع في الثوره دي، ان انا حريص عليها وحافظ على مسارها لاخر مدى. فعلاقه قوتين المتضادين في المصالح، قوه الضغط الثوري وقوه السلطه، هتفضل مستمره الى مدى طويل لحد ما يشعر القائمين على السلطه او بان الشعب ده صاحب حقوق، او ان الشعب ده والثوار ينجحوا في ان هم يتولوا اداره امور البلاد بشكل عام. طب انت في رايك ممكن الاعتصامات على مستوى الجمهوريه تتفض امتى؟ ايه هي المطالب اللي ممكن تتحقق؟ دايما الناس بتمارس الضغط، بتعمل اضرابات عشان توصل لحظه تفاوض او لحظه تحقيق مطالب. الاعتصام قائم حتى لو فض مؤقتا، حاله الثوره مستمره والفعاليات جايه كتير. المساله ما هياش مرهونه بان مين يفض النهارده او يفض بكره، لكن المساله مرهونه بان هل هناك حقوق شرعيه ما زالت لم تتحقق. طالما ان هناك حقوق شرعيه ما اتحققتش، فوارد ان في اي لحظه هتلاقي اعتصام في كل حاره وفي كل ميدان. نشكر حضرتك على اللقاء الجميل. ماشي، الف شكر. هنكمل جولتنا بداخل الميدان. ووصلت المظاهرة اللي كانت خارجة من الجامع التوفيقي إلى داخل الميدان. آلافات ماشيين في المظاهرة، وكل من في الميدان بيرحبوا بيهم. زي ما احنا شايفين الأعداد كتيرة جدا جدا جاية. الجميع الآن يتجه إلى داخل الميدان. ودي خطة تم تعليقها لأخبار ميدان المنشية في الصحف. صحيفة الدستور، التحرير، وهنا القواعد العامة بداخل الميدان للمعتصمين. الخيام المتواجدة بالميدان ده ألبوم عمله أحد المعتصمين لأحداث الثورة. الشهيد محمد راشد
الشهيد محمد التميمي، شهداء بورسعيد، النظافة عنوان الشعوب، يقفض تم تعليق في وسط الميدان. طبعا احنا شايفين الاعداد قد ايه متواجده بداخل الميدان. عالداخلية وحب العسكر، اعتصام اعتصام، اعتصام اعتصام، نجري اعراف النظام، نجري اعراف النظام.